يسعى من لا حظ له، لا نقول من العلم، فإن العلم كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: ليس العلم بكثرة التعلم، وإنما هو نور يقذفه الله في قلب من يشاء. ولكن نقول يسعى من لا حظ له في توفيق الله سبحانه وتعالى أن يعلم ويفهم ويعمل، فلا بد من ثلاثتها، بل فلنزد عليها رابعة ولنقل ليخلص. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: العالمون كلهم هلك، الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون هلك إلا العاملون، والعاملون هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. المخلصون على خطر عظيم. فبالتالي قد يؤتى الإنسان العلم بالشيء، ما قيمته إن لم يعمل بما يعلم، وقد يعمل بما يعلم ولكنه لا يخلص في عمله، ما يخلص، يسوي رياء في العمل، يعمل لإرضاء أحد من الناس. احنا عندنا إرضاء المخلوق بأي معنى؟ بمعنى أنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بخدمة المخلوق، فمن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. هذا شيء آخر غير الذي هو معني في الرواية من أنك تعمل عملا لتتلقى الجزاء من المخلوق، ليكون شريك الجزاء من الله تعالى مخلوق آخر. هذا الشيء الله سبحانه وتعالى قطعا لا يقبله. أنا أغنى الشريكين، الله مستغني، يقول لك أنت الآن عملت العمل تخلص فيه لي. المخلوق رضي أم لم يرضى هذا مو مهم، تعمل لله وأنت تقدم العمل للمخلوق، ولكن عملك نيتك وين تكون متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى. وعليه أيها الأحبة، فإن المسألة خطيرة جدا، وذلك أننا وعلى ذكر من اجتمعنا في ذكره المرحوم الشهيد رحمة الله تغشاه، نذكر الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التي هي شهيدة، التي هي مظلومة، مقدورة، مقهورة، مغصوب حقها، مقتولة، بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا ينبغي أن نكتفي أن نقول هي بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. الزهراء هي قبل كل شيء خلقت كما أطبقت الروايات عندنا أيها الأحبة وعند أهل الخلاف، خلقت لا من نور الله، خلقت من نور عظمة الله. ولذلك فإن محلها الحق ومقامها الحقيق أنها مخلوق نوراني. رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم جالس وبجواره من كان إلى جواره ممن يفقه وممن لا يفقه، قال: إن فاطمة خلقت أو خلقها الله قبل خلق السماء والأرض. هذا الكلام في مصادر أهل الخلاف أيها الأعزاء، قبل مصادرنا. مصادرنا ما لنا بهن، مصادر المخالف الذي يدعي حب فاطمة. نحن نريد أن نرى فقاهتهم فيما يروون وإدراكهم لما ينقلون. من هذا مقامها أن النبي في كتبهم هكذا قال: خلق الله فاطمة قبل خلقه السماء والأرض، يعني قبل أن يخلق كل شيء، كل مخلوق. إيش قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، فاطمة أليست إنسية؟ مو مثلنا، هي من الناس، من البشر، مو إنسية هي؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الجواب؟ قال: فاطمة هي حوراء إنسية. يعني أكو
صفة أخرى لها، لا تكتفوا بقولكم إنسية، لا، هي قبل أن تكون إنسية هي أولا حوراء إنسية. أعادوا السؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله ثانية، قالوا يا رسول الله وأين كانت إذا هي حوراء إنسية؟ احنا نعرف أن الإنسان الموجود وجد بعد خلق السماء والأرض، بل وبعد خلق مخلوقات كثيرة، فإجا بعدين مرحلة متأخرة. أين كانت قبل ذلك؟ ماذا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال كانت في على قدر عقولهم يخاطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الأمور فوق مقتضى العقل وإدراك ما يتعقل، فوق هذا المستوى، لا مساحة ولا مسرح للعقل في كثير من الأمور، ولكن على مستوى العقول هكذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق ما يقول. كانت في حقة تحت ساق العرش وما غذاؤها، كانت نورا في حقة تحت ساق العرش، وما غذاؤها يا رسول الله؟ فماذا كان جواب رسول الله أيها الأحبة؟ قال صلى الله عليه وآله كان غذاؤها 3 شغلات: التهليل والتسبيح والتحميد. ولهذا كان ذكر الله سبحانه وتعالى هو الغذاء لنا، ببركة من كان غذاؤها ذلك؟ غذاؤها هو ذكر الله سبحانه وتعالى تهليلا وتسبيحا وتحميدا. ولما صارت في الدنيا كان هديتها إلينا هو التكبير والتسبيح والتحميد، بالتسبيحات التي عرفت تسبيحات الزهراء لذكرها الصلوات. اللهم صل على محمد. هذه فاطمة روحا، أي خلقها الروحي النوراني. ولذلك الأولى بنا أن نعرف أهل البيت عليهم السلام بالمعرفة النورانية. من سولف عن أهل البيت على أنه الزهراء مرة وكان زوجها علي بن أبي طالب وأبوها رسول الله، هذا شيء عظيم صحيح، هذه مرحلة جدا مهمة أن نتحدث فيها، ولكن ينبغي أن لا تغفل أصل خلقة الزهراء وأصل وجودها النوراني هو هذا، ووجودها البدني المادي هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما عرج به إلى السماء ودخل الجنة اختار الله له سبحانه وتعالى، اختار لرسول الله صلى الله عليه وآله شجرة هي أطيب أشجار الجنة، وما فيها من الثمر هو أطيب ثمار الجنة، فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله. فالتفتوا معي أن الزهراء إذن بالنسبة لخلقتها البدنية لم تخلق حتى من تراب الجنة أو من شجر الجنة أبدا، خلقت لأن خير ما في التراب هو ما نبت منه شجر، وخير ما في الشجر هو ما خرج منه وانبسق منه من الثمار. فتناول رسول الله صلى الله عليه وآله خير ثمر تلك الشجرة، فتحولت نطفة في صلبه، فلما عاد إلى خديجة غشيها فكانت فاطمة لذكرها الصلوات. اللهم صل على محمد. هذه هي فاطمة روحا، وهذه هي فاطمة بدنا. فماذا ستكون إذن؟ وهل يمكن أن تقاس بأحد من الخلق أيها الأحباء؟ أطبق المؤرخون مؤالفون ومخالفون على أن أول من يدخل إلى الجنة حتى قبل الأنبياء والمرسلين هي فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام. ولهذا نجد ما يرفع التعجب أننا نجد كثرة في هذه الروايات وتضامنا من جهة المعنى، وإن كانت قد رويت في جهات متعددة ومختلفة. فها نحن ذا نقرأ هذا المروي أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله قائلا: يا محمد لولا